السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة معانا فيديو جديد. عاملين بقى صينية رقاق تحفة مع فرخة بلدي عتاقي كده. عايزة أقول لكم خطيرة. بس كالعادة يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو اللي معملش اشتراك في القناة يعمل وفعل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. شايفين بقى صينية الرقاق بترقص في الفرن قبة يعني. عايزة اقول لكم فطير مشلتت ما شاء الله يعني. نسمي بقى بسم الله كده. هنبدأ بتسوية الفرخة البلدي. فرخة بلدي عتاقي مغسولة طبعا ومصفية كويس. مية بتغلي على النار، حطيت طماطم وبصل فص المستكة ورق لورا، فلفل اسمر. الفلفل الاسمر طبعا عليه كل البهارات. طبعا الفرخة كده زي ما انتوا شايفين متكتفة. احب تكتف دايما الفراخ واحطها بقى واسيبها كده ايه لحد ما تستوي براحتها. هنعمل بقى العصاج بتاع الرقاق. معايا هنا طاسة على النار هنحط فيها معلقة سمنة بلدي كده تسيح، وهنبدأ ننزل باللحمة المفرومة. هنبدأ بقى نقلبها كده. عايزة اللحمة ايه تاخد صدمة كده وتغير لون معايا. انا دايما في عصاج اللحمه يا جماعه او في اللحوم عموما بحب انزل باللحمه الاول قبل البصل، يعني بحس ان تغيير انها مبتغيرش في طعم اللحمه. لو نزلت بالبصل الاول بيغير في طعم الاكل بصراحه. هبدأ بقى اللحمة لما تغير لون معايا هبدأ انزل ببصلتين كده فرماهم في الكبة. وهقلبهم واحط بقى عليهم ملح وفلفل وهسيبهم كده لحد ما ايه البصل يدبل كده مع اللحمة. معايا قرنين فلفل برضو احمر واخضر. فرماهم برضو. انا كله كده ايه بشتغل في الكب ورا بعض، البصل وبعدين الفلفل. نزلت بيهم واديتهم تقليبه برضو كده وتشوحوا مع بعض. بعدين معلقتين صلصه، دي طماطم انا كنت مسوياها فحطيت كده معلقتين. لو ممكن طماطميتين فريش مفرومين برضو اللي موجود. بس دول كانوا موجودين عندي فحطيتهم. هبدأ اقلبهم كده لحد ما ايه ما يتشربوا كده مع بعض. وخلاص تعتبر العصاج معانا جاهز. كمان هنا الفرخة ما شاء الله استوت معايا، شربتها جميلة ما شاء الله عشان ايه نشتغل بيها ونسقي بيها الرقاق. معايا هنا معلقتين قشطة حلوين كده من وش اللبن. حطيت عليهم حوالي كوباية لبن كده وقلبتهم في بعض وحطيت عليهم سنة ملح ايه علشان نشرب بيهم بقى الرقاق. اخدت بقى الشرب كده حطيتها على صينية ولعت عليها بقى ايه حاجة بسيطة كده علشان تفضل ايه يعني دافية معايا ما تبردش. ومعايا الصينية بقى دهنتها اللي احط فيها الرقاق دهنتها بالسمنة برضو. وهبدأ ابل بقى الرقاق من الشوربة واحط في الصينية اظبط كده، يعني عايزة ايه افرد الصينية كلها عشان الصينية عندي كبيرة شوية، فهحط بقى رقاق وهظبط الشكل من تحت. وكل ايه طبقتين كده هحط ايه لبن وقشطة من اللي احنا عاملينها. لحد ما اعمل مثلا 3 طبقات ولا حاجة. وبعد كده هفرد اللحمة المفرومة معايا المتعصجة. وهبدأ برضو ابل الرقاق واحط ايه برضو طبقتين 3 طبقات او 4 طبقات على حسب ما انتوا عاملين. انا هنا عاملة كيلو رقاق ونص كيلو مفروم، يعني صينية حلوة محترمة تكفي ضيوفك لو عندك ضيوف او لو انت عاملاها لوحدها. يعني حلوة ما شاء الله تكفي يعني ايه عيلة حلوة. هبدأ اخلص بقى الكمية كلها كده زي ما احنا شايفين. بعد ما اخلص الكمية كلها اخر شوية قشطة كده بلبن معايا هحطهم على وش الرقاق وهسويه كويس وهظبطه وهدخله الفرن كده زي ما احنا شايفين. الفرن مولع من فوق من تحت. انا عاملة في الفرن ده علشان الصينية كبيرة ما شاء الله، يعني هي ممكن تنفع في البوتاجاز بس انا احب اشتغل في الفرن ده بيطلع لي الحاجة حلوة ما شاء الله. شايفين صينية الرقاق طالعة خطيرة يا جماعة، طعمها تحفة. معايا بقى الفرخة برضو دخلتها، بس انا دخلت الفرخة بقى في فرن البوتاجاز تحت الشواية كده اتحمرت، يعني ما بحبش احمر في سمنة ولا حاجة الفراخ واللحوم. زي ما احنا شايفين كده دخلتها الفرن اخدت لون بقى من فوق ومن تحت، ودي صينية الرقاق طلعت خطيرة تحفة يا جماعة، متحمرة بقى من فوق ومن تحت كده. هنقطعها ونقدمها بقى بألف هنا. طريقة سهلة وبسيطة ومتاخدش وقت ولا مجهود، وتغيير بقى من الأكل كده وطعم تحفة. جربوا بقى الطريقة وقولوا لي ايه رأيكم. أو لو عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوناش في لايك وشير ودعوة حلوة كده. ربنا يحسن ما بين ايديكم. سلام عليكم.